أنا كمغربي أراه اجتماع الفاشلين للأسف، لأنه سنة 1989 تم اجتماع رسمي أثناء رئاسة الشاذلي بن جديد وتوقيع اتفاقية بناء الاتحاد المغرب العربي الكبير. في تلك السنة بالضبط وقبلها وأثناءها كانت هنالك نار حرب الصحراء قائمة. كيف استطاع الجزائريون أن يوقعوا اتحاد مغربي عربي كبير يجمع 5 دول واستثنوا دولة البوليزاريو، مع أنهم في ذلك التاريخ كانوا يحشدون لها ما يزيد على 80 دولة من حلف الاشتراكي الشيوعي داعمة لها. اليوم يخرج علينا تبون باجتماع فاشل، ببرنامج فاشل. هل يستهدفكم بطبيعة كمغاربة؟ الحال يستهدفنا، ولكن يستهدفون بأضعف المخلوقات للأسف. يستهدف